السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ في بداية فيديونا زي ما احنا متعودين نترحم على كل امواتنا اجمعين، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم، ونتمنى لكل اخواتنا وحبايبنا الشفاء، ربنا يشفيهم ويتم شفاهم على الف خير. بطل الفيديو معانا النهاردة حاجة كده المانجا. هنعملها حلو وحادق زي ما حضرتك شايفة كده بالظبط في الفيديو، حلو وحادق. والمانجا منجتنا نعمل فيها كل اللي احنا عايزينه والله براحتنا، حلو وحادق براحتنا. انا النهاردة عملت في المانجا الصنف الحلو والحادق، مخلل المانجا اللي هو المخلل الهندي بتاع جنوب شرق اسيا، والبطاطا بالمانجا رهيبة. ممكن تقدميها زي ما حضرتك شايفة كده مع بولة ايس كريم، تاخد العقل والمكسرات زي ما حضرتك شايفة. اعمليها زي ما حضرتك حابة قدميها، وبألف هنا من مطبخ دودو. اللي لو عجبك الفيديو النهاردة ما تنسيش تدعميني بلايك وشير وسكرايب، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك فيها. وتحياتي لكل حد بيكتب لي تعليق حلو و... ولايك ويدعمني بكل حاجة حلوة. ولو عايزين وصفة معينة اكتبي لي في الكومنتات ونعملها مع بعض من مطبخ دودو بألف هنا. بطل الحلقة بتاعتي النهاردة أو الفيديو النهاردة المانجا. هنعملها حلو وحادق. أول حاجة أنا عندي 3 كيلو مانجا ناشفة زي الحطب، لازم تكون أساسي ناشفة. أول حاجة هقطعها مع بعض أي تقطيعة انت حباها، هقشرها وأقطعها. معايا 2 كيلو بطاطس مقطعها مكعبات زي او اي تقطيعه زي ما انت شايفه. هحطها في حله وعلى النار وعليها تقريبا نص كوبايه سكر، دول 2 كيلو. زي ما حضرتك شايفه كده انا حطيت البطاطا وحطيت عليها نص كوبايه سكر، الكميه دي 2 كيلو. وبعد كده هولع عليها وهسيبها الاول تتكرمل كده مع بعض وتستوي على نار هاديه. انا كنت سايبه البطاطا زي ما حضرتك شايفه كده، بعد ما حطيت عليها النص كوب سكر يا دوبك بس كده ابتدت تنزل ميتها، وهنزل عليها بكوبايه ميه. وبعد كده هوطي عليها خالص وهغطيها تستوي براحتها. وكده شكل البطاطا بعد ما دخلت في السوا انا عايزاها كده مستويه، وبعد كده ههرسها. انا كده سلقت البطاطس زي ما انت شفتيها في طريقه التسويه. كده هبتدي اهرسها بالهراسه. بعد ما هرست البطاطا انا كان عندي مانجا خرطتها صوابع زي ما حضرتك شايفه. اما الجزء التاني اللي هو بيفيد من المانجا انا ههرسها اعملها زي البوريه، مش عايزاها عصير وما ضفتش عليها اي سوائل. ده كده شكلها بعد ما انا هرست المانجا وعملتها بوريه. هاجي هاخد منها جزء واحط عليه حليب وهضيفه على البطاطا. انا كده حضرتك حطيت نص كوبايه مانجا وعليها نص كوبايه حليب. كده شكل المانجا اللي هي نص كوبايه المانجا وعليها نص كوبايه حليب. انا كده مسكتهم مع بعض وهضيفهم على البطاطا. وبعد كده هقلبهم مع بعض كويس قوي. وكده شكل البطاطا بعد ما ضفت عليها نص كوبايه المانجا البوريه ونص كوبايه اللبن، ده قلبتهم كلهم مع بعض. وده كده شكلها. هجيب اي قالب عندك وهحط اول طبقه. اول حاجه انا جبت قالب وبطنته زي ما حضرتك شايفه كده بسمنه بزبده باي ماده دهنيه عندك، بس ما يحبسش الزيت. كده اول طبقه من البطاطا. بعد كده هعمل رصه من المانجا الشرايح. ونسيت اقول لكم هحط معلقتين عصير المانجا البوريه اللي انا عاملاه. انا كده بعد ما حطيت معلقتين عصير المانجا البوريه هبتدي ارص المانجا. وده شكلها بعد ما حطيت الطبقه التانية من المانجا. حضرتك تقدري ترصي الشكل اللي انت حباه، الكميه اللي انت حباها. اخر طبقه بقى اللي هي الكريمه اللي بتوديكي في حاجه تانية خالص،
حاجة كده رهيب ولا رهيب. في طبق انا حطيت كوبايه الا ربع لبن بودر، معلقتين كريمه لباني بودر. كده انا خلطت كل المكونات الجافه على بعض، اللبن البودر والكريمه البودر والكريمه اللباني والكريم جانتيه، وحطيت 3 معالق نشا. قلبتهم كويس مع بعض، وهبتدي امزج عليهم كوبايتين ميه مع عصير المانجا البوريه. انا كده بعد ما ضفت كوبايتين الميه على المواد الجافه وضربتهم كويس قوي، هضيف عليهم كوبايتين عصير مانجا بوريه. زي ما حضرتك شايفه كده انا ضفت عليهم كوبايتين عصير مانجا، وهقلبهم مع بعض كويس قوي. وكده شكلها بعد ما انا حطيت المانجا مع كل المكونات، وهضربها في الخلاط عشان انا عايزاها تبقى كريمي. زي ما حضرتك شايفه انا حطيت كل الخليط في الخلاط عشان انا عايزاه يتضرب ويبقى كريمي معايا، وهنشوف هنعمل معاه ايه. وكده شكله بعد ما انا ضربته زي ما حضرتك شايفاه شكله كريمي خالص. انا هحطه على النار ياخد بس غلوه، وبعد كده هضيفه على البطاطا انا كده حطيته على النار زي ما حضرتك. واو، ايه رأيكم في الجمال ده بعد ما طلع من الفرن؟ شكله حكاية، والشكل من الجراتان المكرمل بطبقات المانجا زي ما حضرتك شايفة كده. حاجة كده تاخد العقل، حاجة كده هنقول خيال، هنقول رهيب ولا رهيب على رأي عبد المجيد عبد الله. جربوها ويارجو ان هي تنال اعجابكم. ولو وصلت معايا الفيديو لغايه اللحظه دي، ادعميني بلايك وشير. واستني هنا، رايحه فين؟ اوعى تستني، اوعى تنسي الاشتراك في القناه عندي، وتدعميني باحلى كومنت واحلى تعليق. واذا عجبتكم الطريقه اكتبي لي في الكومنتات، ولو في اي ملاحظات برضو اكتبي لي في الكومنتات. ولو انتوا عايزين اعمل وصفة معينة ليكم برضو اكتبوا لي في الكومنتات. مع احلى اصدقاء واخوات، مطبخ دودو.